السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فتحت التلاجة بتاعتي ما لقيتش الا ايه، وركين فراخ قطعتهم بالطريقة دي، غسلتهم بالملح والليمون وقطعتهم بالطريقة دي، وهعملهم بطريقة حلوة جدا جدا جدا. خليكم معايا بقى نشوف هنعمل النهارده ايه بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا هنا راس توم دقاها بقرن شطة حار، يعني قرن شطة احمر سبايسي كده، وحوالي اللهم صل على سيدنا محمد وثلاث عيدان شبت، اللهم صل على سيدنا محمد، ومعلقه كمون وكزبره، اللهم صل على سيدنا محمد. الخلطه دي جميله جدا، هعمل بيها الفراخ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه نبتدي فيها ان احنا هناخد ايه الخلطه بتاعتنا دي كده ما شاء الله. معلش بقى انا اسفه ان انا مش لابسه لابس وكده، لان بصراحه عندي حساسيه في ايديا من الجوانتات والحاجات ديت، يعني انا اسفه برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. ميه كبد، انا اسفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنمسك معانا الفراخ بتاعتنا اهي، اللهم صل على النبي اهي، هندعكها كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره الخلطه دي جميله جميله كده جدا 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 في الفراخ، ملهاش حل. الخلطه دي لما بتتعمل بيها الفراخ والله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا ما كانش عندي فراخ كفايه، يعني فراخ كتيره في الثلاجه. كان عندي طبعا الفراخ ايه يعني، بصراحه هما كانوا وركين، قطعتهم كده حتت صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا شفشق طماطم، اللهم صل على سيدنا محمد. فوق بره كده. معانا هنا طماطم ضربها في الخلاط. الخلطه الحلوه اللي احنا حطيناها في الاول دي هنحط شويه الطماطم كده مع الخلطه دي ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وهقلب كده الخلطه بتاعتنا الحلوه الجميله دي اهي. اهم حاجه الخلطه تتشرب في قلب الايه، في قلب الفراخ كده بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا فيها الكمون والشطه عفوا، الكمون والشطه والكزبره وكل حاجه في الدقه، يعني كل حاجه موجوده في قلب الدقه بتاعت الفراخ دي. اهم حاجه ان احنا نخلي الفراخ تشرب من قلب الدقه اللي احنا عاملينها دي جميله في منتهى الجمال دي. اهم حاجه فراخنا كلها تشرب من الدقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. بالطريقه دي دلوقتي حطينا الحاجات بتاعتنا كلها الخلطه بتاعتنا. شايفين بقى التركه الجميله اللي بتخلي الفراخ ليها طعم جميل في منتهى الجمال اهو. دي ايه ده؟ شبت يا حبايب قلبي. الشبت ده بيعمل بصراحه، بيعمل يعني بيودي الفراخ في حته تانية خالص، يعني والله العظيم بيودي الفراخ في حته تانية خالص خالص خالص، يعني ما شاء الله. دي هتخش الفرن. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط لها بقى شويه زيت بقى كده من على الوش، زيت بسيط خالص مش كتير برضو اهو، حبه بصوت كده من على الوش كده بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. والصينيه بتاعتنا الجميله اللي في منتهى الجمال دي هتخش الفرن ان شاء الله. ما تطلع من الفرن هصورها معاكم واوريكم النتيجه. طبعا صينيه الفراخ ديت عفوا، صينيه الفراخ دي ما فيهاش بصل خالص، توم فقط لغير، توم وشبت وقرن شطه سبايسي، واللهم صل على سيدنا محمد، واللهم صل على النبي، وكزبره وفلفل، ويعني اللي هي التوابل بتاعتنا اللي بنجيبها من عند العطار، ما فيهاش اي حاجه تاني. حبايب قلبي هتخش الفرن لما تطلع من الفرن هصورها معاكم، بس بصراحه ريحتها ولسه ما طابتش كده في منتهى الجمال، والله في منتهى الجمال، يعني تتاكل اكل وهي نيه. هتخش الفرن وما تطلع من الفرن هفرجكم عليها واوريكم النتيجه ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا برضه ما تمشوش، ان شاء الله هحطها في الفرن وهرجع لكم تاني. هي هتاخد يا دوب حاجه بسيطه كده وهرجع لكم، لان دي فرخه بيضه، يعني وراك فراخ بيضه بتطيب بسرعه. ما تمشوش، اول ما تطلع من الفرن هوريكم النتيجه. ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ رجعت لكم اهوتي. النهارده بقى الصينيه اللي انا عملتها اللي هي بتاعت الفراخ، اللي انا الصينيه اللي انا عملتها ما شاء الله. الفراخ اهي، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي كده. شوفوا المكرونه اللي انا عملتها مع الفراخ بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه اللي انا عملتها اللهم صل على سيدنا محمد اللي عملتها مع الفراخ.
اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفراخ على فكرة اللي انا عملتها في الصينية، بس طلعتها في الطبق من الصينية. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم في المكرونة اللي انا عاملاها دي؟ ريحتها جنان 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 جنان، ومنتهى الجمال والله، جميلة جدا جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده بقى عيالي قالوا لي يا ماما عايزين ناكل مكرونه، يا ماما ما تعمليش رز بقى احنا زهقنا من الرز، مننا مكرونه يا ماما. قلت لهم ماشي. هما بصراحه المكرونه المحمره بيحبوها جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. فعملت المكرونه ما شاء الله دي المحمره دي اهي، انا عامله لهم ما شاء الله يعني حله كبيره وبيحبوها قوي جدا. ودي الفراخ اللي انا عملتها في الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد اهي الفراخ اهي. اللهم صل على سيدنا محمد اهي ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الفراخ اللي انا عملتها والمكرونه، وهعمل سلطه. واللهم صل على سيدنا محمد. اكلنا النهارده دوت هعمل سلطه طبعا، وطبقين سلطه مع المكرونه والفراخ وكده. الاكل اللي انا عملته النهارده زي ما قلت لحضراتكم، انا اي اكل هعمله في بيتي اصوره معاكم واطمئن عليكم اليوم بيومه. يا رب تكونوا بخير. دلوقتي الفيديو بتاعنا انتهى، واقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا اللايك للقناه، واللايكات بتاعتكم الحلوه، والكومنتات بتاعتكم الحلوه برضو اللي دايما مفرحاني. وكل الشكر ليكم، ومتشكره لكم لكل كومنتاتكم الحلوه اللي بتبعتها لي. ربنا يخليكم ليا ويجعلكم دايما في حياتي وما تحرمش منكم. واقول لكم دلوقتي استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.